ورحمة الله وبركاته. النهارده هنعمل طاجن حلو جدا. زهقتي من اللحمه المسلوقه؟ تعالي اقول لك نعمل بيها ايه. معايا صينيه على النار، حطيت معلقتين كبار من السمنه او الزبده ومعلقه من الزيت. اول ما يسخنوا هنزل عليهم على طول باللحمه، هديها تشويحه حلوه كده. وبعد كده هنزل ببصلايه، هديها تشويحه كده حلوه مع اللحمه، بتديها طعم خطير يا جماعه. وبعد كده هنزل بالخضار بتاعنا، كوسه وجزر وفاصوليا، هديهم تشويحه حلوه كده مع بعض. وبعد كده هنزل بزله وجزر، دي كنت مفرزاها، هديهم تشويحه حلوه. واخر حاجه هنزلها البطاطس، هديها برضو تشويحه. والبهارات بتاعتنا ما تكتروش، ربع معلقه او نص معلقه صغيره من كل حاجه: فلفل اسود، زعتر، جنزبيل، بهارات لحمه، ذره بسيطه من القرفه، ورق لورا. ما تضيعوش طعم الطاجن واللحمه يا جماعه بالبهارات. اديهم تشويحه بقى حلوه كده. هننزل بمعلقتين من الصلصه، هقلبهم مع بعض، وهنزل عليهم بالملح ربع معلقه من السكر، زي ما انتم شايفين كده، مش كتير. هديهم تشويحه حلوه كده. وبعد كده هنزل بنص شفشق بتاع الخلاط طماطم ضربنا كويس كده، زي ما انتم شايفين. وهحط عليها كوبايه ميه سخنه وهسيبها تتسبك. بصوا الجمال، تحفه. واول ما تدخل في السوا كده هنقلها على طول في طاجن، وهدخلها الفرن. يا دوبك هتقعد حوالي نص ساعه، وتطلع بالعظمه والتحفه دي مع شويه رز ابيض كده او بالعيش. يا سلام، بجد عظمه. العيد يعني طواجن. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب الوصفه تعجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.